الشاشة بتاعتك بتيجي تشغلها تلاقيها جايبه لك صوت بدون صورة، ولما تريحها شوية وبعد كده بتشغلها بتلاقي الصورة جت معاك، ولكن بعد 5-6 ساعات بتلاقيها فصلت تاني جايبه لك صوت بس مش جايبه صورة. العطل ده ايه؟ وهقول لك تحل المشكلة دي ازاي. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعض الإخوة الكرام في تعليقات على اليوتيوب وكمان في اتصال بيتصلوا بيا على التليفون بيقولوا لي أنا الشاشة بتكون شغالة بدون أي مشاكل خالص، ولكن فجأة بتفصل صورة بتجيب صوت بس. بروح قافل الشاشة واسيبها مثلا اريحها 2 أو 3 وارجع شغالها تاني بتشتغل بدون اي مشاكل، ولكن بعد مرور ساعة او ساعتين بتفصل صورة وتجيب صوت بس. المشكلة دي مشكلة ايه؟ عايزين نعرف ونحلها ازاي. بعض الناس ما يعرفش المشكلة دي ايه. اي نعم في ناس كتير جدا بتعرف المشكلة دي سببها ايه، ولكن ناس كتير جدا لسه شارية الشاشات مثلا من سنة او من 6 شهور وبيجي له العطل ده فمش عارف العطل ايه ويعمل ايه. هقول لحضرتك لما الشاشة بتاعتك بتفصل صورة وتجيب لك الصوت بس، دي الليدات بتاعت الشاشة. الشاشة عبارة عن الشاشة الإزاز اللي حضرتك بتتفرج عليها اللي بتجيب لك الصورة. ورا الشاشة الإزاز دي بيكون فيه ليدات أو زي بالبلدي كده بيكون فيه لونات صغيرة في شريط مستقيم تقريبا 3 أو 4 شرايط، فبالتالي اللونات دي لما تنور الشاشة بتظهر معاك والصورة بتاعة القناة بتظهر معاك، ولكن الليدات ديت أو الأنوار ديت لما تنطفي الصورة بتيجي ضلمة سمار، ولكن الشاشة شغالة، عشان كده بتجيب لك صوت الريسيفر. المشكلة ديت زي ما قلت لحضراتكم مشكلة ليدات، لأن بعض الإخوة الكرام بيقول إن المشكلة ديت مشكلة باور، لأني بريح الشاشة وبعد كده ما أشغلها بتجيب الصورة معايا. اخي الكريم العطل ده عطل ليدات مش باور، لان لو باور هيفصل معاك كمان الصوت، مش هيجيب لك لا صوت ولا صوره. ولكن اعرف على طول لما يحصل المشكله دي والشاشه تجيب صوت بس بدون صوره، اعرف على طول وانت مغمض ان دي مشكله ليدات. طيب تعمل ايه؟ والنصيحه اللي اقدر اقدمها لك هقول لك هتروح عند اي حد بيصلح شاشات قريب منك وتقول له انا عايز اغير طقم الليدات، وتشوف اي حد جنبك او اي حد في المركز اللي انت فيه بيبيع الليدات الاصليه، سواء كانت بقى توشيبا LG او سامسونج. الليدات ليها مقاسات معينه، فتروح تجيب الليدات الاصليه وتقول له يا عم الحاج انا عايزك تركب لي الليدات دي، تجيب طقم كامل. لان بعض الاخوه الكرام اللي بيصينوا الشاشات الا من رحم ربي طبعا بيصين بس لو الليدات فاصله مثلا واحدة فاصلة فيها او لمبة او 2 فاصلين فيها، بتلاقي بس بيغير الحاجات ديت ما بيغيرش الليدات كاملة. عشان كده لما تيجي حضرتك تصلح الشاشة وتيجي تشغلها في البيت بتلاقي فيه بقع كده في الشاشة ما انتش عارف البقع دي منين. عشان كده البقع ديت بتكون نتيجة ان الراجل الفني اللي صلح لك الشاشة ما غيرلكش طقم الليدات كامل، ظبط لك بس الدنيا، المهم يشغل لك الشاشة. ولكن عشان تريح دماغك تجيب ليدات اصلية خاصة بالشاشة بتاعتك وقول له انا عايز اركبها واللي انت عايزه خده. دي المشكلة اللي هي مشكله ليدات. والامر الثاني اللي تصلحه عشان الشاشه تقعد معاك فتره طويله انك تجيب له الطقم الاصلي بتاع الليدات، ما تخلوش هو يصلح الشاشه، لانه ممكن يعدل لك حاجات ويركب لك حاجات وانت ما انتش عارف. المهم في النهايه بيشغل لك الشاشه. ولكن لو حد جنبك او حد صاحبك او ايا كان بيقول لك ده انا الشاشه عملتها النهارده وبعد 2 أسبوع و3 فصلت ليدات مره اخرى، عشان كده بقول لك ركب الليدات الاصليه الخاصه بالشاشه بتاعتك، اصرف عليها مش مشكله. لو هتجيب ليدات اصليه غاليه شويه مش مشكله، ولكن عشان الشاشه تقعد معاك فتره طويله. لان لو صلحت الليدات او هو صلح الليدات بتقعد معاك بالكتير 1 أسبوع 2 أسبوع 3 بالكتير شهر، وبتلاقي الليدات فصلت مره اخرى. وطبعا تصليح الليدات دلوقتي غالي مش رخيص. ده العطل الخاص بالشاشه لما تفصل معاك صوت بدون صوره. لو عندك اي سؤال يخص الفيديو او يخص اي فيديو موجود على القناه سيب لنا اسفل الفيديو، ان شاء الله بقينا بنرد على كل الناس. حتى لو حد شتمنا بنرد عليه وما بنزعلش حد، هنرد على كل الناس ان شاء الله. ده كان موضوعنا النهارده، ما تبخلش علينا بقى لو الفيديو عجبك عشان برضو الناس تستفيد من هذا الفيديو، عشان بعض الناس برضو ما تعرفش المشكله دي ايه. يا ريت تشير الفيديو لاصحابك، وكمان اللايك الجميل من حضرتك. ما تبخلش علينا انك تدوس لايك وتكمل الفيديو للنهايه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.